شايفين الجبنة وهي سايحة مع البطاطس؟ طعم بجد. كل اللي هيجربوا هيطلبوا منك. المقادير سهلة، الوصفة سهلة جدا بمقادير في كل بيت، مش هتحتاجي تجيبي حاجة من بره. تعالى اقولك على المقادير، يلا بينا. عندي كوباية مية دافية، معلقتين كبار سكر هندوبهم كويس، وبعدين هنحط كيس الخميرة كله. بصوا بقى يا جماعة، انا عاوزة اوريكم كيس الخميرة ده. هي دي نوعية الخميرة اللي انا بجيبها، مفيش مرة كانت وحشة، بالعكس كل مرة بتبقى كويسة جدا. هتبتدي تدوبي الخميرة كويس وتركني الخميرة عشان تخمر. خلاص كده ادام عملت الفقاعات دي يبقى الخميرة دي كويسة، هنركنها. وزي ما انا قلت لكم النوعية اللي انا بجيبها دي كويسة جدا، لو حبيتوا تجربوها. عندي كيلو دقيق منخول، دايما تدخل الدقيق، رشة ملح زي ما انتوا شفتوا. عندي نص كوباية زيت، هحط ربعها، وهبتدي بقى ان انا اعجن شوية مش كتير، يعني لحد ما الدقيق يتشرب الزيت، لان انا مش حاطة زيت كتير. كوباية الخميرة اللي احنا حطيناها تخمر هحطها كده. احنا هنحتاج مية في نفس الكوباية، هزود على الخميرة مية دافية يا جماعة. انا بعجن في الصيف بمية دافية برضو. ابتدي بقى عجيني بقى، وخدي راحتك في العجن زي ما اتفقنا ان لازم العجين ياخد وقته من 10 دقايق لربع ساعة وانت بتعجني. تمام كده، انا عجنتها ولميتها كويس بالمية، مش محتاجة خلاص مية. العجينة هشة جدا. بقيت ربع كوباية الزيت، بتحطي نصها كمان وتخلي الباقي هحتاجه في ان انا احطه تحت العجينة، وكمان هدهن بالصواني مش اكتر. اعجني بقى تاني، هتبتدي تفرول معاكي. اي عجينه بعد ما بتتلم وتيجي تحط لها اي ماده دهنيه هتبتدي تفرول معاكي. اعجنيها كويس جدا زي ما انا قلت لكم. وخلاص كده احنا هنسيبها تخمر. المكان لازم يكون حر جدا، يعني دافي. واهم حاجه ما تكونيش مشغله المروحه هتبطئ الخميره. تمام. حطي بقى العجينه كده زي ما انت شايفاها، انا كنت بلمها كويس جدا عشان اقدر احطها في الطبق او في البوله. هحط بقى زيت في الطبق اهو، بقية الزيت حط شويه، وحط شويه كمان على الوش عشان بس العجينه ما تلزقش مش اكتر. هي مش محتاجه زيت، والعجينه كويسه جدا. هتغطيها وتسيبيها تخمر في مكان دافي زي ما انا قلت لكم. تمام. اليومين دول في رطوبه في الجو، فخلي بالكم عشان المعجنات بيبقى ليها وقت تتخمر فيه. تمام. وهقول لكم في الشتاء ازاي تخمروها، وفي الصيف ازاي تخمروها. تعالوا بقى، خلاص العجينه خمرت وبقت زي الفل. هبتدي بقى ان انا بقى اشتغل فيها. هعمل فطائر محشيه. الشكلين مختلفين، يعني هعمل شكلين، فهضطر ان انا اقسم العجينه 2. تمام.